اهلا بيكم في قناه مش بس طب. يمكن بقالنا شويه كنا مشغولين شويه في كميه سيمبوزيومز واكسبيشنز ومؤتمرات كتيره جدا. فالفتره اللي فاتت كانت شويه مضغوطه، بس معلش احنا اسفين. احنا النهارده هنتكلم على حاجه مختلفه شويه. كلنا بنشوف الدكاتره، وكلنا كدكتور بنشوف ان احنا عندنا من واحنا صغيرين كان شكل عام: المؤتمر الطبي، المؤتمر الجراحي، المؤتمر لأمراض البطن، مؤتمر لأمراض القلب. نوعية المؤتمر كان زمان هو اسمه مؤتمر، أكثر حاجة فيه هي المادة العلمية، أكثر حاجة فيه هي المحاضرات، أكثر حاجة فيه هي التدريبات، أكثر حاجة فيه هي النيو انفنشنز اللي موجودة في الطب. مع التطورات والزمن والحاجات دي كلها احنا بقى عندنا 4 كاتيجوري من الموضوع بتاع المؤتمر ده. واهم كاتيجوري فيهم اللي موجود طول عمره الا وهو المؤتمر الطبي. والمؤتمر الطبي كان لازم يبقى فيه تطعيم بدخول جزء من الشركات لفتح حاجه اسمها اكزيبيشنز او معرض، عشان الدكاتره تقدر تشوف البرودكت اللي هم هيشتغلوا فيها، تشوف الالات الجراحيه، تشوف الكتب، تشوف الحاجات اللي موجوده عشان يقدر يستفيد منها بعد ما بيسمع المحاضرات، عشان يزود من ليفل اب بتاعه او ليفلنج بتاعه في الموضوع. بدأ يخش حاجة بعديها اسمها سيمبوزيومز، والسيمبوزيومز دي تطورت إلى أن بقى اسمها ستاند الون. بقت كل مثلا شركة من الشركات عايزة تبقى واضحة وصريحة وعايزة تبقى فاهمة، والدكتور والاودينس بتوع الدكتور فاهمين هم بيتكلموا على ايه، عشان برضو يقدروا يدونا معلومة أقوى، يدونا شرح أقوى، فبالتالي نقدر نتعامل مع الموضوع. حصل دخول لكذا زي ما بيقولوا انفلونس. حصل الدخول ده أدى إلى ظهور شيء جديد احنا كنا بنشوفه في حاجات تانية، ألا وهو إيه؟ إن بقى فيه 4 كاتيجوريز. بقى فيه عندك مؤتمر طبي، وبقى فيه مؤتمر طبي مصحوب بإكزيبيشن، وبقى فيه إكزيبيشن مصحوب بشوية ندوات طبية، وبقى فيه ستاند الون مصحوب بشوية معلومات طبية. أعتقد إن كل حاجة كويسة، كل حاجة لطيفة، كل حاجة أوكي، بس لو انت بتتكلم على مؤتمر طبي يبقى انت بتتكلم على مؤتمر طبي زي ما بيقولوا يقدر يشبعك طبيا اليومين او ال3 اللي انت رايحهم. ما بقاش ده كافي بالنسبه للاطباء، بقى لازم يبقى في حواليه الاكسبيشن القوي اللي يقدر يوريك الفرايتي والفروقات ما بين كل حاجه والتانيه اللي هتستخدمها. اهم حاجه ان احنا لو واصلين لهنا اللي هو مؤتمر طبي صرف مع شويه اكسبيشن بسيط، او اكسبيشن قوي مع مؤتمر طبي قوي، ده بيبقى اكسبتبل تماما يمكن للناس الكبار. المشكله في الدكاتره اللي زمايلنا اللي لسه شباب ولسه بيتطوروا، لما يلاقوا ان المؤتمرات عباره عن اكسبيشن بس، لما يلاقوا ان اللي ماشيين جنبهم في المؤتمرات مش اطباء، الموضوع بيبقى يعني confusing شويه. وانا بتكلم كل ده في التجميل والاستاتيك والكوزماتولوجي والبلاستيك سيرجري. احنا طبعا يعني الجلامر كله والاضاءات والانوار وكل حاجه بتروح اغلبها للاكزيبيشن اكتر منه للماده العلميه الموجوده. فبقيت بتشوف المحاضرات نصها فاضي عشان الاكزيبيشن بقى مليان. مش هي دي الفكره. الفكره الطبيه ان المحاضرات مليانه وفي البريك تلاقي الاكزيبيشن مليان، مش العكس. سيبك من الستاند الون. الستاند الون دي بتبقى عباره عن كومباني جايه عايزه تعمل بومينج او عايزه تعمل بريفليج للبرودكت بتاعها، فبتعزم الاطباء عشان تعمل لهم 1 داي ستاند الون عشان يفهموا البرودكت بشكل اقوى من الترينرز بتوعهم او الانترناشونال ترينرز اللي موجودين. لكن في الاخر خلينا واقعيين بقى، مؤتمراتنا بقت ماشيه في السكه بتاعت اكزيبيشن مور، جلامر مور،
ويمكن اكتر حاجه عملت الكلام ده يمكن في امريكا طبعا. انت بتتفرج في الاكزيبيشن بتاع اي مؤتمر ليه دعوه بالبلاستيك سيرجري، انت عندك بانكس وعندك ريل استيتس وعندك ريستورانتس موجوده في الاكزيبيشن عايزه تاخد ماركت شير من السيمبوزيوم او المؤتمر اللي معمول. فده بيؤدي الى ان بيحصل لي ديستراكشن جوه المؤتمر لو انا مش مركز انا رايح ليه. عاده احنا بنروح علشان نشوف الماده العلميه الجديده، نشوف النيو انوفيشن في اي حاجه، لكن عاده دلوقتي احنا بقينا بنتفرج على ان الموضوع بقى مور ليس اكزيبيشن. احنا مش زعلانين، بس هو عشان بقى مور ليس اكزيبيشن المؤتمرات العلميه بقت قليله قوي، المؤتمرات اللي فيها اكزيبيشن عنيفه بقت اوفرلودد. بنتكلم كنا زمان على 6-7 مؤتمرات انترناشونال طول السنه، النهارده بنتكلم على 18. فواضح ان التطورات دي رايحه ناحيه الاكزيبيشن، رايحه ناحيه ازاي ابقى دايركتنج الدكتور which is يعني not that much good. بس في الاخر الدكاتره كلهم بيبقوا واعيين بعد شويه ان هو عايز بيور ماده علميه مع شويه اكسبريشن عشان يقدر يعمل اللي هو عايزه. بيعرف المؤتمر ده عايز يريلاكس، انا ممكن ابقى ريلاكس، عايز ابقى ريلاكس فهروح المؤتمر الفلاني اللي فيه ماده علميه قليله او ماده علميه انا لسه كنت سامعها من شهرين، فانا هروح ريلاكس في الاكزيبيشن واروح ريلاكس في البلد اللي انا رايحها. ما فيهاش مشكله، ما اعتقدش ان فيها مشكله. بس مينلي احنا بس الايديا بتاعتنا ان احنا نبقى مركزين كاطباء، خصوصا الشباب بتوعنا، ان احنا نبقى مركزين ان احنا رايحين للماده العلميه الاول. اكزيبيشن كده كده في سبيسنج في البريكس تقدر تعيش فيها حياتك. يعني هي يمكن معلومه من دكاتره اكبر سنا شويه، لكن هي دي المعلومه اللي انا اقدر اقولها دلوقتي. شكرا ليك.